السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. كيف حالكم؟ كنتمنى وتلقاكم لا فيديو ديالنا في أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بحول الله جينا نتكلموا على اللويسات ديال مريم. جينا كذلك غادي نتكلموا على الابنة الكبيرة ديال السيدة زهراء وما يروج اليوم. نعم متابعينا الكرام، بيناكم تتبعوا معنا هذا الفيديو هذا من الاول حتى الاخير، وتخليونا التعاليق ديالكم، لان التعاليق ديالكم اصبحت مهمه ومهمه جدا متابعينا الكرام، لاننا تنحسوا فعلا انكم قرب منا وحنا كذلك قرب منكم. شكرا للناس اللي يدخلوا عندنا جداد، شكرا جزيلا، شكرا للناس القدام اللي حتى هما الفضل ديالهم كبير لانهم متابعينا وتيشجعونا وتيخليونا حتى هما التعليق ديالهم. شكرا للجميع، كنتمنى اننا نزيدوا للقدام ونقدموا لكم دائما شي حاجه اللي غادي تروقكم. متابعينا الكرام، ما تمشيو فاين، نبداو على بركه الله. صراحه كما تيقول المثل، النوايا الطيبه تكسب ما لا تستطيع على كسبه العقول الفطنه. نعم متابعينا الكرام، لان الانسان اللي تيكون غادي بنيته اكيد الله تعالى تيوقف معاه، واكيد تيكون هو الرابح في التالي، رغم ان الطرف اللي كيكون فاطن كيعتقد انه هو الذكي هو الرابح، لكن الحقيقه ان الشخص اللي تيكون غادي بنيته دائما تيربح في الدنيا وفي الاخره. متابعينا الكرام، كيف ما شفتوا وكيف ما شفنا، بعد ما خرجت لنا اللوسه الصغيره وهي كتبكي وكتتنوح، وهنا هذا الفيديو هذا لقى شويه المشاهده. شنو غايديروا هاد الناس هادو؟ غادي يحطوا لنا فيديو واحد اخر بنفس العنوان بنفس البكاء. هاد المره هادي تيحطوا لنا الام ديالهم في الصوره ديال مينياتور باش هكا الناس تعاطف وتدخل تفرج. متابعينا الكرام، صراحه ملي غادي تدخل شنو غادي تلقى؟ هذا هو صلب الموضوع. غادي تدخل غادي تلقى الدعم بالبكاء. نعم، اليوم ولات طريقة جديدة ديال الدعم. بعض القنوات الصغارين ماشي غادي نقدموا ونقولوا هاد الناس هادو راه عندهم واحد المحتوى زوين، وهاد الناس هادو يعني في حاجة ومحتاجين انكم تدعموهم وانكم يعني تدخلوا عندهم القناة وتساعدوهم. هادشي هذا هو المعهود، لكن اليوم ولينا متابعينا الكرام كنشوفوا ان هاد الناس هادو ولاو تيخدموا لنا الدموع ديالهم باش يكسبوا القلوب ويكسبوا الناس باش يدخلوا عند هاد القنوات هادو. متابعينا الكرام، كنت كنتمنى ان الدعم ديالهم يكون مجاني. نعم، وهكا غادي نقولوا فعلا هاد الناس هادو كيديروا الخير وهاد الناس هادو باغيين الخير للناس. لكن كيف ما سبق وعرفنا ان هاد الناس هادو دعموا بعض القنوات اللي خرجوا وتكلموا بالافواه ديالهم. حنا ما غاديش نجيبوا شي حاجه يعني من راسنا ولا غادي نقولوا شي حاجه اللي ما كايناش. هاد القنوات هادو مازالين ولله الحمد مازالين معنا، خرجوا وقالوا بزاف ديال الكلام في هاد المساله ديال الدعم. قالوا بانهم عطاو فلوسهم وما تدعموش كما اتفقوا. نعم، حطوهم نهار في المنتدى وزولوهم. منين قالوا لهم علاش ما طبقتوش داكشي اللي وعدتونا به هنايا، كان الجواب ديال هادشي اللي عندنا ما نديروا لكم. نعم متابعينا الكرام، الدعم اللي تيوصل من 3000 درهم 2500 درهم. اذا باش ما نخرجوش على الموضوع، كنتمنى ان هذا السيد هذا مسكين اللي شناه معاهم هما تيبكيو عليه ودايرين لنا يعني واحد الجو درامي باش هكا الناس تدخل عنده، كنتمنى انه حتى هو ما يكونش ضحيه ديال الدعم اللي ولينا كنشوفوه اليوم. نعم متابعينا الكرام، ومن هذا المنبر هذا حنا كذلك غادي ندعموا هذا السيد هذا وغنتمناو له انه الامور ديالو تحسن، لاننا عندنا واحد النظره وكنحسوا بالناس اللي فعلا مضرورين والناس باغيين يخدموا على راسهم. هذا السيد هذا اللي كنتمنى انكم حتى نتوما تدخلوا عنده وتشجعوهم مساكن، لان باينين واحد العائله اللي على قد حالها
كنتمنى انهم ما يكونوا جابوا حتى شي حاجه لا كادويات ولا حتى شي حاجه، جاو فقط انهم يدعموهم لله في سبيل الله. اذا متابعينا الكرام كما قلنا هاد الناس هادو ولاو كيخدموا لنا الدموع. علاش؟ لان اليوم ولينا كنشوفوا القناه ديالهم بقات كتهبط، وبدا المتابع عاق شي شويه، وبدا يعني كيفكر بعقله بعد ما وقع ما وقع. نعم، بعد ما وقع ما وقع ووهمونا انهم فعلا باغين يديروا التنازل البدويه، لكن كانت حاجه واحده اخرى، انهم ما داروا لا تنازل لا حتى شي حاجه، فقط انهم كانوا كيستدرجوا المتابع باش هكا يدخل ويشوف لي فيديو ديالهم، يشوف اللايفات ديالهم ولا دسنس يطلع. كنتمنى هاد الناس هادو يرجعوا للعقول ديالهم صراحه، لان هاد الشيء اللي غاديين فيه اليوم اكيد ما غادي يربحهم حتى شي حاجه، وها حنا حيين وها نتوما حيين، وغادي نشوفوا هاد الناس هادو فين غادي يوصلوا. متابعينا الكرام كنتمنى هاد المزاله ديال هاد الدعم هذا ما تبقاش في هاد القنوات هادو. نعم، لان بزاف هاد الشيء هذا اللي ولينا كنشوفوا اليوم. متابعينا الكرام غندوزو من هذا الموضوع هذا وغندوزو الموضوع ديالنا ديال الابنه الكبيره ديال السيده زهراء. اليوم وحنا كنشوفوا الزوج ديال الابنه الكبيره ديال السيده زهراء قابط هاد السيده هذه اللي هي امراه عجوز وامراه كما تنقولوا بحالها راهم قابطين يعني السبحه وقابطين الركينه ديالهم المسجد للدار، ما همهم لا الدنيا ولا حتى شي حاجه. اليوم كنشوفوا هاد الناس هادو كيستغلوا هاد السيده هادي، مع العلم انهم بالامس القريب وغادي نذكروا هاد الناس هادو، هاد الاخ هذا اللي كان تيقول بان هاد النسيبه هادي قالت له بوع نقرا وحقا ما حقا، وهو يعني غضبان عليها. علاش؟ لان كانت مع البدويه ومع الابنه ديالها بادعه ومجموعين وفرحانين بها، وداروا لها الدخلات ديالها ديال العمره وفرحانين بها. هاد الناس هادو ما كانش عاجبهم الحال. نعم، اليوم بعد ما وقع ما وقع كنشوفوا هاد السيد هذا خارج مع السيده زهراء وتيقبلها في الايادي وتيقبلها في الراس. شنو تيقول لنا؟ تيقول لنا هادي راها واحد السيده اللي اثار. نعم، تصوروا متابعينا الكرام تيقول على هاد السيده هادي بان اثار، يعني خانوا التعبير وبدا هي تيخربق في الهضره. نعم متابعينا الكرام، تنبغي نقولوا لهاد السيد هذا ما تحاولش انك تستعطف المتابع بهذه المراه هذه، لانه كنتي كتبغيها فعلا ما كنتيش غادي تخرجها تعرير شعرها. نعم، ما كنتيش تحطها في هذاك الموقف اللي صراحه ما عجبناش حنا وما عجبش بزاف ديال المغاربه. نعم متابعينا الكرام، ما كفاكمش انكم عريتوا لا شعرها. اليوم تنشوفوا هاد الناس هادو الاحفاد كلشي كيستغل هاد السيده هذه. نعم كيستغلوها، نعم تيستغلوها بمعنى الاستغلال، عوض انهم ينبهوها لانهم مازالين صغار، وهاد السيده هذه اكيد كبيره في السن، خصهم ينبهوها ويبعدوها على السوشيال ميديا. صراحه اليوم الناس كتهمها هي راسها، ما كيهمها لا والديها ولا اجداد ديالها. انا كنت كنتمنى ان ديك السيده هذيك تقبط السبحه ديالها وتقبط يعني المسجد، تلزم دارها وتبعد من المشاكل وتصفي السريره ديالها من المشكل اللي يعني قالت على مريم ولا على منعم انهم داروا لها وفعلوا لها، مع العلم اننا شنها كتدخل وكتخرج في الهضره. كنتمنى من الله تعالى ان هاد السيده هذه يرجع لها العقل ديالها وترجع للصواب ديالها وتقول الله ينعل الشيطان وهكا، لان الدنيا راها قصيره واليوم الدنيا وغدا الاخره. متابعينا الكرام، السيده زهراء اللي غادي نشوفوها اليوم كتدعم واحد القناه. نعم، السيده زهراء ولات كتدعم حتى القنوات بعد ما شلنا واحد الاخت اللي كانت يعني مع الجمعاوي، واليوم كنشوفوا هاد السيده هذه مستضفه السيده زهراء عندها في المنزل. عندنا بزاف ديال التساؤلات، علاش مجلسين هاد السيده هذه عندهم؟ علاش ما جالساش السيده زهراء بدارها؟ شنو هو السبب؟ واش خايفين ان الابناء ديالها يتصلوا بها وهكا ممكن تقلب هضرتها وتقول الحقيقه؟ الله اعلم. واش بزاف ديال التساؤلات مطروحين متابعينا الكرام. كما قلنا السيده زهراء طلعت مع هاد السيده في واحد الفيديو وكتدعمها وكتشجعها وكتقول لها نوضي تخدمي على راسك. وهنايا صراحه تيحيرنا الامر، ملي كنشوفوا هاد السيده هذه كتكلم كيبان لنا ان انسانه اللي عارفه شنو كدير وعارفه شنو كتقول. نعم متابعينا الكرام، لكن ملي كنرجعوا
داكشي اللي قالت على مريم ومنعم كنلقاو الكلام فيه الدخول والخروج. اذا هنايا السؤال مطروح، واش هاد السيده فعلا عارفه شنو كتقول ولا ما عارفاش شنو كتقول؟ كنتمنى من الله تعالى انها ترجع للصواب ديالها. انها اليوم بالشهاده ديالها كنشوفوا الحفيده ديالها والابن ديالها في السجن، هذه تقريبا يعني على عين الشهر. متابعينا الكرام، وهاد السيده هذه ما كلها قلبها، ما حتى شي حاجه. نتمنوا انها تحرك فيها شي حاجه تقول الله ينعس الشيطان، وهكا تشهد شهاده حق في مريم ولا في منعم باش يخرجوا ان شاء الله من هذا المشكل هذا. متابعينا الكرام، هاد الناس هادو اللي اليوم كنشوفوهم كيديروا لنا الموسيقى التركيه في لي فيديو ديالهم، علاش؟ باش هكا تكون دراما ويكون يعني التاثير على المتابع. كنتمنى هاد الناس هادو يوقفوا علينا هاد الشيء هذا، لان لا يعقل ان انسان عنده المريض وعنده الحالات الخطيره هو مازال كيدير لنا الدراما في لي فيديو ديالو باش يكسب المتابع. صراحه هاد الشيء هذا بزاف وبزاف متابعينا الكرام. كما تيقول الشافعي: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرجي. نعم متابعينا الكرام، كنتمنى الله تعالى انه يفرج على البدويه وعلى الابناء ديالها، لانهم اليوم صراحه تعيشوا واحد الجو وواحد الحاله، يعني صراحه الله يحسن عوانهم. هذا الشيء اللي غادي نقولوا لهم، لان بزاف ديال الناس اللي اليوم كيتكلموا على هاد الناس هادو وتيقولوا بانهم تيستغلوا الظرف، وانهم بالعكس. كنتمنى انكم تحطوا راسكم بلاصتهم وغادي تحسوا بداك الشيء اللي كيحسوا. واخا تنشوفوا ان البدويه كتضحك مره ولكن اكيد القلب راه هاز بزاف ديال الهموم. نعم متابعينا الكرام، تنخويو شيء فين يجي شيء، هذا هو اللي كاين متابعينا الكرام. اذا كنتمناو ان الامور تصلح، وان المياه ترجع لمجاريها، وان نشوفوا ان شاء الله بحول الله الخير مستقبلا، ونشوفوا مريم يعني في الدار ديالها، ونشوفوا كذلك داك الاخوان في الديور ديالهم، ونشوفوا كذلك الابنه الكبيره ديال السيده زهراء مشافاه معافاه، وهكا مريضنا ما عنده باس وكل واحد يخدم على راسه. هذا هو متابعينا الكرام. اذا ما بقى لي الان الا نودعكم ونقول لكم تبارك الله عليكم. ما تنساوناش من لايك ديالكم والتعليق الجميله. تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.